بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين آمين. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث بالأمس عند الباب الأهم في علم التجويد، وهو مخارج الحروف العربية، وقلنا بأن الحروف 29 كل حرف له مخرج، يعني عدد المخارج على الحقيقة كم؟ 29، لكن لقربها جدا من بعضها يقولون مخارج الرئيسة، فهي 5 كما ترون. الجوف، وقلنا بأن الجوف هو الفراغ الذي يملأ الفم والحلق بس، مو هنا ما في شيء، ما في حرف بيطلع منه. بعض الإخوة بيقولوا الجوف ويشير إلى صدره، مو بصح. الجوف هو الفراغ الذي يملأ الفم ويملأ الحلق، مجموع الفراغين هو الجوف. الحلق، وسيأتي معنا بالتفصيل، اللسان بالتفصيل، الشفتان، الخيشوم، هذا مدخل. الجوف قلت منذ قليل إن الجوف يشمل تجويف الحلق وتجويف الفم، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، مجموعهما هو الجوف، جوف الفم. يعني يخرج من الجوف حروف المد الثلاثة. ما هي حروف المد الثلاثة؟ الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، المجانس لها ما قبلها. فالألف ماذا يجانسها؟ الفتحة. الواو ماذا يجانسها؟ الضمة. الياء ماذا يجانسها؟ الكسرة. نعم. نرى في هذه الصور الثلاثة هذا شكل الفم عند نطق الألف. ينشأ الصوت هنا أيها الإخوة، منشأ الصوت في الوترين الصوتيين، هنا ينشأ ثم يمر على هذه المنطقة، واللسان كما ترون في وضع الراحة. يا أيها، يا أسهل حرف الألف، أسهل حرفين الألف، بس افتح تمك فتحا وسطا. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: فتح العربي فتح وسط، فتح وسط، يعني لا هو فتح كبير يا أيها مالك يوم الدين. بعض إخواننا في بلاد مثلا الهند وغيرها مالك هذا فتح مبالغ فيه، لا تفعله العرب. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فين ايش هذا؟ ما في فتح بالمرة. هذا فتح العربي فتح وسط، عيدوها: فتح العربي فتح وسط، واللسان كما ترون في وضع الراحة. بينما الواو أيضا ينشأ صوتها من الوترين، ولكن يمر على الفم، والفم متشكل بهذا الشكل، أقصى اللسان مرتفع، والشفتان مضمومتان إلى الأمام. انتبهتك؟ أعو سوء أعمالهم، سوء، هذه الواو. والياء أيضا ينشأ صوتها هنا في الوترين، ثم يصعد الصوت هكذا ويكون وسط اللسان مرتفع. انظروا هذه المنطقة، هذه اسمها وسط اللسان. قولوا أي أي أي. هل لاحظتم كيف أن وسط اللسان مرتفع؟ غير المغضوب، إياك، إياك، يرتفع وسط اللسان، ولكن يبقى الطريق مفتوحا. وسط اللسان ارتفع، لكن الطريق مفتوح، الصوت يمر
انتبهت كيف؟ بعض إخواننا بيقولوا إياك نعبد ما لماذا يا أخي تقطع الصوت؟ الطريق مفتوح. إياك نعبد هذه هي حروف المد الثلاثة. صعبة؟ سأتكلم قليلا كلام أعمق. الخليل ابن أحمد شيخ سيبويه هو الذي تكلم عن الجوف، ولم يتابعه أحد من الذين جاءوا بعده. كل العلماء الذين جاءوا بعده لم يتابعوا الخليل على ذكر مخرج الجوف، لا سيبويه ولا من بعده كلهم. ولولا أن الخليل ذكره لما ذكره الإمام الجزري في الجزرية لما قال فألف الجوف أو للجوف ألف وأختاها وهي إلى آخره. ليه؟ سيبويه قال الهمزة من أقصى الحلق مثل الألف من أقصى الحلق مثل الهمزة والواو المدية من الشفتين كالواو غير المدية والياء المدية من وسط اللسان كالياء غير المدية وصلى الله وبارك. إذن من بعد الخليل من هذه مو من اسم موصول بمعنى الذي من بعد الخليل لم يذكروا الجوف. هلا المخارج عند السيبويه 16 لم يذكر الجوف وكل من بعده. انتبهتوا كيف؟ لكن نحن نذكرها احتراما للخليل. هل يترتب على ذلك شيء عملي؟ لا، الألف هي الألف يا أيها سوء لكن كلام نظري. انتبهتوا كيف؟ تنبيه، هذا التنبيه محاولة للجمع بين كلام الخليل وكلام غيره. نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله الجوف يعني لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف كما شرحت لكم، ويرتفع وسطه في الياء ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام الشفتين فيها. ونسبت الواو والياء غير المديتين إلى مخرجيهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في المديتين والله أعلم. انتبهتوا كيف؟ هذه العبارة فقط لمحاولة التوفيق بين كلام الخليل وبين كلام من بعده. ننتقل إلى المخرج الذي يلي الجوف وهو الحلق. هذا الحلق باللون الأزرق، هذه المنطقة أقصى الحلق، هذه وسطه، هذه أدناه، هذا الأقصى، هذا الوسط، هذا الأدنى. يخرج منه 6 أحرف، 6 متسلسلة متتابعة: الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. بس الهمزة والهاء تحت قولوا هذا المكان أقصى الحلق. طيب قولوا هذا أقصى الحلق. هذا وسط الحلق. وسط الحلق. أدنى الحلق. واضح؟ صعب؟ أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية، هذه يعني هنا. الهمزة الساكنة تخرج بانقفال الوترين. انظروا إلى الصورة في اليمين هذه، انظروا كيف أن الوترين الصوتيين منقفلان. قولوا كلكم يا. هل لاحظتم؟ يا بئس لما تقول انقفل تماما، ما يمر ولا صوت ولا بهذا الحجم، انقفل تماما. بينما الهمزة المتحركة بالعكس كما ذكرنا بالأمس، الحروف الساكنة تخرج بالتصادم والحروف المتحركة تخرج بالتباعد. الهمزة المتحركة أو إي، انتبهتم؟ يكون الوتران ملتصقان ثم يبتعدان عن بعضهما فتخرج الهمزة المتحركة، يعني الصورة التي في الوسط هذه.
أما الهاء هذه فالوتران يعني لا يكونان بعيدين جدا هكذا ولا يكونان ملتصقين. اهدنا هو الله. انتبهتم؟ ها هو هي، هذه الهاء سميناه انفتاح جزئي. شايفين؟ وسط الحلق منطقة لسان المزمار، هذا لسان المزمار، هذه المنطقة يخرج منها العين والحاء. لما نقول انتبهتوا؟ لما تقول لسان المزمار يعود إلى الوراء فيتضيق الحلق، يصير ضيق. نعبد. انتبهتوا؟ الحاء يكون التضيق أقل، أما أكثر، لذلك الحاء سيأتي معنا أنها رخوة، بينما العين سيأتي معنا أنها بين الرخوة والشديد. أدنى الحلق منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. انظروا إلى هذه المنطقة الحمراء اللون، هذه اسمها الحنك اللحمي، هذه التي فوقها الحنك العظمي، هذا العظمي وهذا اللحمي. فمنطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي مخرج الغين والخاء. انظروا والخاء ولكن لا تبالغوا في الضغط على الخاء حتى تصير كالشخير. عارفين الشخير الذي يفعله النائم؟ هذا اسمه شخير بالعربية. فبعض إخواننا بيقول لك يخرج منهما ايش هذه؟ ما عاد حرف، هذا صار بصاق. انتبهتم؟ حرف مهموس فحثه شخص سكت. يخرج فلا تبالغوا في الضغط على مين؟ على الخاء. صعب؟ في غموض؟ طيب الآن نأتي إلى حروف اللسان. قلنا بأن اللسان يخرج منه 18 حرفا. هذا الحرف الأول أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، هذا أقصى. طيب أنا بدي أحكي لكم على موضوع قلت بالأمس إن أقصى معناه أبعد، وأدنى معناه أقرب. طب أقصى من أي شيء وأدنى من أي شيء؟ من ظاهر الشفتين. انظروا، ظاهر الشفتين، كل ما كان أبعد عن ظاهر الشفتين إيش اسمه؟ أقصى. كل ما كان أقرب إلى ظاهر الشفتين اسمه أدنى. فأقصى الحلق وسط الحلق، أدنى الحلق. أقصى اللسان يعني أبعد منطقة من اللسان عن ظاهر الشفتين. انتبهتوا شو معنات أقرب؟ هلا أنا قريب ولا بعيد؟ هذا سؤال ليس له جواب. لو سألتكم هل أنا قريب أم بعيد؟ هذا تقولون هذا السؤال ليس له جواب. ليه؟ قريب من ماذا؟ وبعيد من ماذا؟ انتبهتوا كيف؟ إذن هذا مخرج القاف، جذر اللسان أو أقصى اللسان مع مين؟ مع الحنك اللحمي، مو العظمي، اللحمي. انتبهتوا كيف؟ أقو 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 قا قو قي قي. نعم، دائما المكسور يكون أضعف. قي. الكاف الكاف أعلى بقليل من القاف. القاف كانت عند الحنك اللحمي، بينما الكاف وين؟ عند الحنك اللحمي والعظمي. انظروا، أك أك أق
نعود إلى القاف. أنا أريدكم أن تلاحظوا أك. من المتقدم؟ الكاف. الله يسلمك. أك. انتبه. كا كو كانوا كونوا كي مسكين. هذه الكاف واضحة. الجيم. الجيم وسط مخرجها من وسط اللسان مع الحنك الأعلى هنا، ليس من هنا. بعض الإخوة الله يهدينا جميعا بينطقها كالدال، بيقول لك يجعلون من الشيطان الرجيم. الرديم ايش هذا الرديم؟ هذه جيم اللي عم تنطقها. يأجوج ومأجوج. مين هذا يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج. انتبهتوا؟ الجيم من وسط اللسان. قولوا مثلي. أج جا جو جي يجعلون الرجيم يأجوج ومأجوج. واضح؟ مخرج الشين أيضا. الشين من وسط اللسان مثل الجيم، لكن الجيم ينقفل مخرجها تماما، بينما الشين مخرجها مفتوح. شوفوا، نعيد الصورة. قبل أن أعيد انظر الشين من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. شايفين كيف أن الطريق مفتوح؟ الطريق ايه؟ مفتوح. فالطريق مفتوح، بينما الجيم انظروا كيف أن الجيم الطريق ايه؟ مغلق. انتبهتم؟ لذلك الجيم شديدة والشين رخوة. واضح أيها الإخوة؟ شاكرا شكورا شي بالعشي مخرج الياء غير المادية من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. لاحظوا الطريق كيف مفتوح، ما ينقفل مخرج الياء. يا قولوا أي يا يو يي. هذه مقارنة. المقارنات أيها الإخوة دائما توضح الصورة. يعني الآن هذه الصور الثلاثة كنا قد عرضناها منذ قليل كل واحدة لوحدها، الآن نعيدها مع بعض وبضدها تتميز الأشياء. احفظوا هذه وبضدها تتميز الأشياء. متفاعل 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 وبضدها متفاعل. طيب، مخرج الجيم. لاحظوا بأن مخرج الجيم ايه؟ مقفول. لا، مخرج الشين مفتوح لكنه أقل من الياء. شايفين؟ الياء أكثر. أنت انطق واترك الأمر، يعني قول أي وانتهى الموضوع. أيوة، جئنا إلى الضاد. بدكم تحتاجون إلى تركيز قليلا معي، لا تنشغلوا. لو قلنا بأن يدي هذه هي اللسان، هذا مقدم اللسان، هذا مؤخر اللسان، هذه حافة اللسان، حافة بتخفيف الفاء، حافة اللسان، وهذه حافة اللسان، يعني جانب. كلمة حافة معناها جانب. هذا طرف اللسان. المنطقة هذه إيش اسمها؟ طرف اللسان. لما نتكلم عن الضاد الساكنة
كل هذه المنطقة كلها تنطبق على ما يحاذيها من الحنك الأعلى. انتبهتوا كيف؟ هكذا كل هذا مقفول. الهواء من أين يخرج؟ من القصبة الهوائية من هنا، ويضغط. الهواء يريد أن يخرج. انتبهتوا كيف؟ فتحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان قليلا إلى الأمام، قليلا، مو كثيرا، لكنه موجود. طيب قلت أنا فتحت تأثير الهواء الضاغط اللسان، ماذا يحدث له؟ يتقدم قليلا إلى الأمام. كمية الهواء التي كانت خلف اللسان زادت. لماذا؟ لأنه لما اندفع اللسان الحجم هذا زاد، استطال. هذه في اللغة العربية للطلب، الهمزة والسين والتاء. مثلا نقول خرج، استخرج يعني طلب الخروج. قدم، استقدم طلب القدوم. انتبهتوا؟ علم، استعلم طلب العلم. كل شيء أوله معناها طلب الشيء. واضح؟ الهمزة والسين والتاء للطلب. فلما نقول استطال، الفعل طال يطول، واستطال يعني صار طويلا. لماذا طال صوت الضاد؟ لاندفاع الهواء إلى الأمام الربو يعني الزيادة، زيادة حجم الهواء خلف اللسان زاد، كبر. انتبهتوا؟ سيأتي معنا بتوضيح أكثر في الصفات. الآن نحن نتكلم على المخارج. كل هذه المنطقة مقفولة. وصوت الضاد مستمر. ولا تضغط على الأنف. بعض إخواننا بيقولوا تجده يضغط على مين؟ على أنفه. لا يا حبيبي، الأنف مكان الغنة، والغنة في الميم والنون ولا ثالث. انتبهتوا كيف؟ ولا الضاء. انتبهتوا كيف؟ طيب هذه بالنسبة للساكنة. بالنسبة للمتحركة قلنا الساكنة تخرج بالتصادم والمتحركة تخرج بالتباعد. لما نقول ضاء بالعكس، كل هذه المنطقة ملتصقة كلها. لكن لما نقول ضاء أول منطقة تفارق هي هاتين المنطقتين أو إحداهما. العرب لهم قبائل كثيرة، ناس يضغطون على اليمين ضاء، ناس يضغطون على اليسار يقولوا ضاء، ناس يوزعون الضغط يمين ويسار ضاء. انتبهتوا كيف؟ المهم أول منطقة تفارق يعني غار الحنك، تبتعد عنه. ما معنى تفارق؟ تبتعد عنه. هاتين المنطقتين، المنطقة الزرقاء هذه التي فيها المربعات الزرقاء، المنطقة التي فيها مربعات صفراء مشاركة لكن ما عليها الضغط على الجانبين. إن ضغط المتكلم على المنطقة الصفراء هذه ستخرج دال مفخمة. عرفتوا كيف؟ مغضوب عليهم ولا الضاء، هذه دال مفخمة. انتبهتوا كيف؟ المغضوب ضو هنا الضغط وين؟ ولا الضاء. وضح؟ قولوا لشوف ضاء. يا سلام، شو هالضاد يا شيخ آدم؟ ضاء ضرب ضو ضرب ضي ضيزا. هذه هي. إذن ما هو الخطأ الشائع في الضاد؟ جعلها دال مفخمة. وضح؟ سيأتي معنا شرح أوسع في الصفات. نرى مكتوب هنا
أن المنطقة الصفراء منطقة تلامس يعني هناك لمس، نعم، لكن ما في ضغط. الضغط وين؟ منطقة الضغط والاتكاء وين؟ الزرقاء. انتبهتوا كيف؟ انظروا كيف هنا الصوت، يعني الدوائر هذه تشير إلى المنطقة التي يخرج منها الصوت هكذا بقوة على اليمين وعلى اليسار. هذا بالنسبة للضاد. أيضا هذا سقف الحلق وهذا اللسان، يعني هذا شرح ثان غير الصورة الأولى للحرف نفسه وهو الضاد. المنطقة الخضراء هذه منطقة الضغط والاتكاء، المنطقة الصفراء مشاركة لكن ما عليها ضغط، تلامس فقط. ضا 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 ضو 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 ضي ضي ضي. واضح؟ واضح. اللام كنت أقول منذ قليل إن لو شبهنا يدي هذه باللسان، أو شبهنا اللسان بيدي عفوا، قلنا هذه اسمها حافة اللسان أو الجانب، وهذا حافة أخرى. هذه المنطقة اسمها طرف اللسان الأمامية، ما اسمها طرف اللسان. هذه المنطقة هي التي تقرع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، ال فيبقى يمين اللسان ويسار اللسان مفتوحين. انتبهتوا كيف؟ هل لاحظتم هذه المنطقة هي التي فيها القرع؟ انتبهتوا كيف؟ أما الصوت فيتوزع يمين ويسار، وسيأتي تفصيل لهذا عند صفة الانحراف عندما نتكلم عن صفات الحروف. انتبهتوا كيف؟ هل عرفنا من أين تخرج اللام؟ الحيز يعني المكان. الحيز ما معناها؟ المكان الذي تشغله اللام من حافتي اللسان. هذه اسمها أدنى الحافة أو الحافة، هذه منتهى الحافة. شو قال الجزري؟ واللام أدناها لمنتهاها، من الطرفين يعني. انتبهتوا كيف؟ واللام أدناها لمنتهاها من الطرفين. حيز اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى. قولوا لشوف لا لو لي. نعم، هذه لا لو لي. حكينا للشيخ آدم هذاك اليوم، واحد يدرس علم النحو وصار يعني مجنون بعلم النحو، فذهب إلى صديق له وطرق الباب، فتح له أخوه الصغير، قال له: أخوك أخاك أخيك موجود؟ فنظر الصغير إليه وقال: لا لو لي. أيوة، اللام أيها الإخوة في لغة العرب تفخم أحيانا وترقق أحيانا. الأصل فيها الترقيق، لكن تفخمها العرب بإجماع كل القبائل العربية في كلمة الله إن سبقت بفتحة أو ضمة بس. قال الله الله، ولا يقولون قال الله. يقول الله، يقول الله الله، ولا يقولون يقول الله. انتبهتوا كيف؟ بإجماع. لكن وهناك علامات أخرى تفخمها بعض القبائل العربية، ليس كل العرب، مثل لام الصلاة، الطلاق، الظلام. ليس كل العرب يفعل ذلك. فمن الأمام
اللام المفخمة واللام المرققة نفس الشيء. انظروا، ال نفس الشيء من الأمام، يختلف من الوراء. انتبهتوا؟ اللام المرققة اللسان هكذا ليس فيه ارتفاع، بينما هنا فيه تقعر. شايفين التقعر؟ قالوا. انتبهتوا كيف؟ نعم. هذا الفرق بين اللام المفخمة والمرققة من خلف اللسان، من وراء اللسان. أما المنطقة الأمامية هي النون لما نقول أن يحدث أمران. الأمر الأول، طرف اللسان يصطدم مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويصاحب ذلك، يصاحبه يعني يكون معه صوت من الأنف اسمه الغنة. مجموع هذين الأمرين يشكل حرف النون. فليست النون الطرف اللساني لوحده، وليست النون الطرف الخيشومي لوحده، مجموعهما يشكل ماذا؟ حرف النون. نرى على اللوحة كيف أن اللسان، طرف اللسان يصطدم هنا فوق الأسنان، أن ويخرج من هنا هذا الصوت. شايفين هذا صوت الغنة. مجموع العملين معا هو حرف النون. ننظر في هنا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة من الخيشوم. سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل، مفعل ومفعل. من الأساس في النون؟ الطرف اللساني، والخيشوم مكمل له. فالجزء المكمل هو اللساني، والجزء المكمل هو الخيشومي. كل اللغات فيها نون، ما أظن في لغة في الدنيا ما فيها نون. أن نا نو ني. الراء، الراء أيها الإخوة أيضا تخرج من طرف اللسان، ولكن شكل توضع اللسان مختلف. لما ننطق الراء اللسان يكون هكذا، شايفين؟ متقعر. وهنا ملامس، والوسط مفتوح. هنا ملامس، هنا ملامس، هنا مفتوح. انتبهتوا؟ يعني المجرى ضيق، مجرى الراء ضيق، لا هو واسع ولا هو مقفول تماما. انتبهتوا؟ الرحمن هل لاحظتم المكان الضيق الذي يمر منه الصوت؟ نعم. سيأتي معنا توسع في هذا الموضوع في الصفات. نرى على اللوحة أن الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. هذه الفجوة يعني ممر، فتحة، يعني يمر منها الصوت. هذه معنات فجوة. الفجوة التي يمر منها جزء الصوت سمينا جزء لنبين أنه يعني يمر الصوت بصعوبة. انتبهتوا كيف؟ عند نطق الراء، والتي يعني لولاها الفجوة هي، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي
مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه. التكرير سيأتي معنا أيضا في الصفات. يعني نقول الراء، سنوضح هذا أكثر عند الصفات. قولوا لشوف را را رو ري الرحمن الريح فرعون الربا. تمام. أيضا هنا مقارنة بين الراء المفخمة والراء المرققة. نفس الكلام الذي قلناه عن اللام ينطبق هنا. لاحظوا بأن الجزء الأمامي من الراء واحد. إذا قلت أر أو قلت أر نفس بالنسبة للأمام نفسه. أين يختلف؟ يختلف من الخلف. ففي المرققة ليس ثمة ارتفاع لأقصى اللسان، بينما في المفخمة هنا تقعر. شايفين التقعر؟ وتضيق. انظروا التضيق هنا، تضيق يعني قريب قريب. شايفين القرب هنا، بينما هنا أوسع. لاحظتم ذلك؟ أما أر تجد الحلق صار ضيقا وأقصى، وصار في تقعر باللسان. هذه راء مفخمة وهذه راء مرققة. واضح أيها الإخوة؟ مخرج الطاء والدال والتاء. قولوا مثلي: أط أد أت. ألاحظتم كم هي قريبة من بعضها؟ حتى يعني العلماء جعلوها من نفس المكان. أط أد أت. انتبهتوا كيف؟ كل الكلام على الجزء الأمامي، أما الخلفي يختلف. الطاء يختلف عن التاء والدال. انتبهتوا كيف؟ لذلك نرى على اللوحة أن الطاء، انظروا كيف هنا اللسان مرتفع والحلق متضيق، بينما هو اللسان في التاء والدال لا أقصى اللسان مرتفع ولا الحلق متضيق. الحلق هنا واسع والحلق هنا ضيق. انتبهتوا كيف؟ سيأتي معنا أيضا في الصفات توضيح لهذا الأمر. قولوا مثلي: أط طا طو طي أد دا دو دي أت تا تو تي. هذه أيضا 3 أحرف جديدة، هي حروف الصفير: الصاد والسين والزاي. وما قلناه عن الطاء والدال والتاء أيضا ينطبق هنا على الصاد والسين والزاي. الصاد مفخمة والسين والزاي مرققتين. شايفين كيف اللسان متصعد مستعلي والحلق متضيق، بينما هنا الحلق غير متضيق وأقصى اللسان غير مستعلي. لما نقول أز انتبهت؟ رأس اللسان فين؟ هذه اسمها أيها الإخوة الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. ضع رأس لسانك هنا. أز. كذلك الصاد. الاختلاف في وضع اللسان من الخلف. منتهى طرف اللسان، الثلاثة تخرج من منتهى طرف، منتهى يعني كما قال ابن الجزري لمنتهاها.
منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، هنا رأس اللسان، فيخرج الصوت من فوقها. هي الأسنان السفلى، انظروا، هذه هي الأسنان السفلى، هذا رأس اللسان، الصوت من أين سيمر؟ من فوق، من هنا سيمر، من هنا، فيخرج الصوت مارا من فوقها بين الثنايا العليا والسفلى، بين الثنايا العليا والسفلى. وأيضا هذه ثلاثة جديدة من الحروف اللسانية، وسبحان الله، شوفوا يعني جل جلال الله، والله شيء عجيب تركيب. يعني صار معنا الآن ثلاثة 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 ثلاثة، واحد مفخم واثنين مرققين، واحد مفخم واثنين مرققين، واحد مفخم من نفس المكان، الطاء والدال والتاء، السين والصاد والزاي، الضاء والذال والثاء. سبحان الله، سبحان اللي علم الإنسان كما قال البيان، ومن آياته اختلاف ألسنتكم، سبحان الله، جل جلال الله. الضاء كما ترون أيها الإخوة، يضع المتكلم رأس لسانه على أطراف أسنانه العليا، هي الأسنان العليا وهي اللسان، يضع الطرف على الطرف، الطرف على الطرف، لا كده ولا كمان كده، انتبهتوا؟ الطرف على الطرف. قال إمامنا الجزري: والضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، هي طرفيهما، انتبهتوا كيف؟ أو ضا ضو ضي أذ، هذه الضاء، هذه الذاء، أذ ذا ذلك الكتاب، ذو ذي ذي قوة، أث ثواب، ثو ثي. وضح؟ لاحظتم تضيق الحلق هنا وعدم التضيق هنا؟ هنا ليس ثمة تضيق، هذا له أثر في التفخيم والترقيق، سيأتي معنا في الصفات، سيأتي معنا في الصفات. هذه هي الحروف اللسانية. خلص، كم حرف صاروا؟ 18. انتبهتوا؟ أنا الآن أذكر الحرف وأنتم تعدون. القاف، قولوا واحد. القاف. الكاف 2. طيب، الجيم والشين والياء 5. الضاد 6. اللام، النون 8. الراء 9. الطاء والدال والتاء 12. السين والصاد والزاي 15. الضاء والذال والثاء 18. الحروف اللسانية كم؟ 18 من أصل 29 حرفا. وضح؟ لذلك اللسان يقولون عنه أبو الحروف، أبو الحروف. الفاء. الفاء أيها الإخوة تخرج بأن يضع المتكلم أطراف أسنانه العليا على باطن الشفة السفلى. شو هذا باطن الشفة؟ انظروا، إذا أنا أفعل هكذا، ما ترونه من فمي اسمه ظاهر الشفة. شو اسمه؟ وما لا ترونه شو اسمه؟ باطن الشفة. فلا يضع المتكلم في الفاء بلك تفعلون، لا حبيبي، مو من هون. فين؟ من الداخل. تفعلوا، ومن بطن الشفة. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، المشرفة يعني العليا،
لأنه الإنسان يشرف من أعلى ما يشرف من تحت. انتبهتوا كيف؟ قولوا أف أف تفعلون فقال فو. شو في كلمة فيها فو؟ فول. هذا الجوعان هيك بيطلع معه أمثلة. أعطينا فاء مضمومة في القرآن. الله يرضى عليك. الفرقان. في الفيل. واضح؟ ليس في لغة الشيشان حرف فاء. حبيبي؟ ليس في لغة الشيشان حرف فاء. الله أكبر، يا عجب. ما تقولون فافوفي؟ تقولون شاشوشي. لا، شاشوشي مليانة اللغة الشيشانية شينات. يعني لذلك سموكم شيشان، يعني ليس شين واحدة، شيشان. مش أظن علامة الجمع. أليست علامة الجمع ولا إيش؟ علامة الجمع. إيش مش. إذا سمعت إنسان أنا يقول إيش مش، أعرف أنه يتكلم شيشاني. الصين يتكلمون بالشين، الصين، لكن أقل منكم، لذلك هم شين. تشاينا بيقول لك تشاينا، تشين واحدة يعني، أما أنتم شيشان يعني شينات كثيرة. الله يرضى عليكم. هذا من عجائب مولانا سبحانه وتعالى، من عجائب مولانا. الواو غير المادية، قلنا المادية وغير المادية كله بيودي. أو تخرج بإيه؟ بانضمام الشفتين. هذه إيش؟ الشفتان شوفوا كيف مضمومتين إلى الأمام. أو بدون مبالغة، بدون مبالغة. يعني نضم بدون مبالغة. بعض إخواننا يعني يبالغون في الضم، وبعض إخواننا لا يضمون بالمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا. يا أخي لابد أن تضم، لكن لا تقول أعوذ بالله، قول يعني وسط. مين قال وسط؟ الله يرضى عليك، أنا حبيتك. شو اسمك؟ ماهر. يا عيني على ماهر. طيب، إذن الواو بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. وتقدم سبب التفريق كذا كذا. هذه الواو، شايفين؟ قولوا مثلي لشوف. أو و وي. هذه وي فرنسي، هذه طلعت. في الفرنسي يقولون وي يعني يس، بالإنجليزي يس، في الفرنسي وي. سبحان الخلاق العظيم. الباء أمرها سهل. الباء أب بانطباق الشفتين. أب با بو بي. صعبة؟ لا. هذه يعني مخارج الحروف. بقي الميم والنون أظن. الميم، النون مرت. الميم كما ترون هي تشبه النون بأي شيء؟ بأن كل منهما جزءان. النون جزء لساني وجزء خيشومي. الميم جزء شفوي وجزء خيشومي. مجموعهما يشكل حرف الميم. أم الشفتان تنطبقان وغنى من الخيشوم. مجموعهما يشكل الميم. ما مو مي. هذا صعب. نرى على اللوحة بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنى من الخيشوم. سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل.
هذه الملاحظة للذين يتوسعون في المعلومات. بعض المصنفين القدامى يقول عن الغنة حرف ويذكرونها مع الصفات، فيأتي إنسان يقول يا أخي احترنا، هل الغنة حرف ولا إيه ولا صفة؟ من حيث هي جزء النون وجزء الميم هي حرف، من حيث أنها جزء من النون وجزء من الميم هي حرف، لكن طولها وقصرها صفة. انتبهتوا؟ لما نقول من آمن، من هالزمن هذا من هذا صفة، فمن يعمل فمن هذا الزمان صفة، الإنسان هذه صفة. عرفتوا؟ فطول الغنة وقصرها صفة، وجود الغنة مركبة في النون ومركبة في الميم حرف. لذلك قال إمامنا الجزري وغنة مخرجها. الصفات ما لها مخرج. من أين يخرج الهمس؟ من أين يخرج الصفير؟ الصفات ليس، الصفة تكون مع الموصوف، لكن الغنة لها مخرج برأسه. هذه شو اسمها؟ فمن حيث كونها جزء مركب في الميم والنون هي حرف، ومن حيث كونها طويلة أو قصيرة هي إيه؟ صفة. الغنة من حيث كونها حرفا هي صوت يخرج من الخيشوم. ما هو الخيشوم؟ التجويف الأنفي، يعني هذا، وتكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما، لا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة. ما في ميم في الدنيا بدون غنة، ولا في نون في الدنيا بدون غنة. إذن في كل أحوالهما، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما، كما سيأتي في بحث الغنن. يعني شايفين هذه صورة للنون وصورة للميم. أن اللساني مع الخيشومي، أم الشفوي مع الخيشومي. بهذا نكون قد انتهينا من مخارج الحروف العربية. وجدت بعض الفيديوهات عندي، فيديوهات أريد أن أريكم إياها. هذا مخرج الياء أظن، هذا الياء، شايفين؟ لاحظوا ارتفاع أقصى اللسان. لاحظوا النون، لاحظوا أن الصوت ينشأ من الوترين ويقف هنا في الجزء الفموي من النون. الصوت أين يقف؟ وراء اللسان. ينشأ هنا الصوت ويمشي هكذا ويقف هنا، بينما الطريق الخيشومي مفتوح. لما نقول من الجنة الطريق الفموي مغلق. شايفين كيف مغلق؟ بينما الطريق الخيشومي مفتوح، يجري. سنتكلم عن هذا بتوسع في الصفات إن شاء الله. هذه مين؟ الراء المفخمة. لاحظوا التقعر. انظروا، شايفين؟ مرة ثانية.
شغل يا محمد. لاحظوا تضيق الحلق، لاحظوا. لاحظتم؟ ها هات اللي بعده. مكررة غيرها. هي المرققة، الراء المرققة. أعد. لاحظوا بأن الحلق لا يتضيق. الحلق لا يتضيق. ها أعد. نعم اللي بعده. الذال والثاء. لاحظوا الطرف على الطرف. الطرف على الطرف. أعد. وهنا لا يوجد تضيق لأنها مرققة، ولا يرتفع أقصى اللسان. أعد. اللي بعده. يعني الله مثلا. أعد. لاحظوا التقعر. لاحظوا، ولاحظوا التضيق هنا. أعد. اللي بعده. الغين. أعد. هذا أدنى الحلق. ها لاحظوا الصوت يمتد. المغضوب مثلا. اللي بعده. من طرف اللسان وطرف الأسنان، وارتفاع أقصى اللسان وتضيق الحلق. أعد. لاحظوا التضيق هنا. لاحظوا ارتفاع أقصى اللسان. أعد. هذا هو الاستعلاء. سيمر معنا في صفات الحروف الاستعلاء. هذا الاستعلاء. أعد. واضح يا إخوة؟ اللي بعده. مينها مكرر. هذه الطاء غير مقلقلة. مثلا الطلاق مثلا. هل رأيتم ارتفاع أقصى اللسان وتضيق الحلق؟ أعد. اللي بعده. مطاء. مينها. أعد. شيل اللي بعده. الصاد. لاحظوا ارتفاع اللسان وتضيق الحلق، ولاحظوا بأن الشفتين لا تعملان. بعض إخواننا بيقولوا أص. ليس ثمة شفتين في الصاد. انظروا. ورأس اللسان هنا. أين رأس اللسان؟ تحت. هنا رأس اللسان تحت. اللي بعد. البعض يقول أنه يطلق معه الشين شيء. انظروا، المجرى مفتوح وهناك تضيق في الحلق. انظروا التضيق وارتفاع أقصى اللسان. انظروا ارتفاع أقصى اللسان وتضيق الحلق، ولكن الطريق مفتوح. انتبهتم؟ هذا سيمر معنا في الصفات من أجل همس التاء وغيره.
ذكرونا بهذه الصورة. مين؟ عرضناها أظن، ولا ما عرضناها؟ طب هات. لاحظوا عرضنا النون، قلنا بأن الصوت يقف خلف اللسان ويتابع الجزء الخيشومي مستمر. اللي بعده اللي بعده يعني هذه كاف غير مقلقلة، غير مقلقلة. اللي بعدها اللي بعدها انظروا أطراف الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى. مرة ثانية كمان وفي الحلق هنا لا يوجد شيء، ما في تضيق، لا تضيق في الحلق إلا في المفخمات بس. اللي بعده خلصوا. طيب هذا ارجع إلى الكتاب. أيها الإخوة، تكلمنا في الماضي الآن في ما سبق عن مكان خروج الحروف العربية. المكان يعني المخارج، مخارج جمع مخرج. هذه الآن عرفناها. طيب هل يكفي أن أعرف مكان خروج الحرف؟ لا يكفي. لماذا؟ لأنني أستطيع أن أقول ما وأقول ما، وكلاهما ميم، وكلاهما من الشفتين. وأستطيع أن أقول با وأن أقول با وبا، كلاهما من الشفتين. لكن كيف كانت العرب تنطقها؟ لا يكفي أن نصف المخرج، بل لابد من وصف صفة الحرف، الهيئة، هيئة الفم عند نطق الحرف، امتداد الصوت، عدم امتداده، جريانه، عدم جريانه، تصعد الصوت أو عدم تصعده. انتبهتوا كيف؟ هذه الهيئات. يعني مثلا هذا الكأس هو كأس، لكن ممكن أنظر له أنا من حيث شكله بس، فقط أتكلم على شكله. وممكن أنظر له من حيث وزنه، وممكن أنظر له من حيث المادة التي صنع منها. هو نفسه، لكن كل مرة أنظر من زاوية. كذلك الحرف العربي أحيانا ننظر كيف امتداد الصوت. هل الصوت يمتد ولا لا يمتد؟ هل الصوت يتصعد إلى أعلى أم لا يتصعد؟ انتبهتوا كيف؟ هل ينقفل المخرج أم لا ينقفل؟ عدة نظرات مختلفة لشيء واحد وهو الحرف العربي. إذن هنا نقول المقصود بصفات الحروف العربية وبيان أقسامها: الهمس والجهر، الشدة والرخاوة والبينية، قياس أزمنة الحروف الصحيحة، الاستعلاء والاستفال، مراتب التفخيم. اليوم سنأخذ فقط المقدمة. المقصود بصفات الحروف العربية. كبر شوية محمد تعال. لما نقول صفات الحروف العربية ماذا نعني؟ نعني في علم التجويد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء، بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كالحروف الشجرية والنطعية. انتبهتوا؟ هلا بنقول الحروف اللثوية، الحروف النطعية، الحروف الشجرية، حروف الحلق. طيب شو المطلوب مني؟ لا نعني لما نقول صفات الحروف لا نعني ذلك، نعني
هيئة من الهيئات إذا أخل المتكلم بها تغير صوت الحرف. الإخلال بها يغير صوت الحرف. هذا الذي نعنيه بصفات الحروف العربية في التجويد. صفات الحروف العربية نوعان: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. يعني لما نقول مثلا المهموس والمجهور، الحرف العربي يا إما مهموس يا إما إيه؟ مجهور، فإما أن تجده هنا وإما أن تجده هناك. هذه صفة لها ضد ولا لا؟ لها ضد. لكن لما نقول الشين متفشية، ما ضدها؟ ما لها ضد. مثلا نقول الصاد والسين والزاي فيها صفير، طيب وشو ضدها؟ لا ضد لها. انتبهتوا؟ فالتي لها ضد إما أن يكون الحرف هنا أو يكون هنا، والتي لا ضد لها هي صفات لحروف بعينها ولا ضد لها. نرى على اللوحة التي بعدها الصفات المتضادة للحروف العربية: الجهر وضده مين؟ الهمس. الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما صفة ثالثة اسمها إيه؟ بين الرخاوة والشدة. الاستعلاء وضده مين؟ الانفتاح. الإطباق وضده مين؟ الانفتاح. في كتب التجويد أحيانا نرى صفتين كما فعل إمامنا الجزري رحمه الله، اللي هي الإذلاق والإصمات. الإذلاق والإصمات، هاتان الصفتان لا علاقة لهما بعلم التجويد أبدا. هاتان الصفتان من علم الصرف، خلاصتهما كل كلمة عربية حروفها الأصلية 4 أو 5 لا بد أن يكون فيها حرف من حروف فر من لب. طب أنا شو بدي بهالموضوع هذا بالتجويد؟ في التجويد ماذا يهمني هذا الكلام؟ ولا شيء. انتبهتوا كيف؟ طب لماذا وضعهم الجزري؟ أنا عم بتكلم من عندي، لعله لأنه قال مخارج الحروف 17 فأراد أن تكون الصفات أيضا 17، فجعل 5 ضد 5 صاروا 10، و7 لا ضد لها صاروا 17. كلام هذا من عندي نفسي. لكن هل لهما أثر في النطق؟ لا أثر لهما في النطق، ولا داعي لدراستهما وأنك توجع رأس الطلاب بإيه وتصدع رؤوس الطلاب بالإذلاق والإصمات. لا أثر لذلك في نطق الحروف. أما صفتا الإذلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. هذا هو المدخل الذي أردت أن أتكلم عنه اليوم مع هذه 7 أو بالأحرى 8 التي هي إيه أضفنا لها الغنة من حيث كونها طويلة وقصيرة. نعم، هذه الصفات التي لا ضد لها. الصفات الإيه لا ضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. سنتكلم عليها غدا إن شاء الله وبعد غد بالتسلسل، لكن اليوم أظن نكتفي بهذا، وغدا هذا هو درسنا: الهمس والجهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.